السلام عليكم، انا كينج سكال، والنهارده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تختار سلاحك في البيون اونلاين. والموضوع ده اكتر شيء انا بتسال عليه من اول ما بدات القناه، وكمان اي حد بيشوفني في الديسكورد بيدخل ويسالني على طول ايه احسن شجره سبيكايا يا سكال. وعلى فكره الكلام ده مش هيفرق لو انت جديد او قديم، لان انت ممكن تكون قديم بس حيران انهي احسن شجره اضيفها لمجموعتي. فانا عايز افهمك ان الموضوع ده مش سهل تحسم القرار فيه زي ما انت فاكر، او مش سهل تحسم القرار فيه من اول قعده، خصوصا لو انت جديد، لان الموضوع ده بيفرق لو انت لاعب موبايل او بي سي، وكمان بيفرق لو انت شخصيتك غشيمه ولا بتعرف تقيد، وكمان هنحط في حسابنا انت هتبدا لوحدك ولا معاك بارتي اصلا، وفي مليون حاجه وحاجه المفروض تاخد اعتبارك ليها اساسا. فانا الملك الجمجمه قررت اني اساعدك يا عزيزي عشان تحل المشكله دي ان شاء الله. فمن غير ما اطول عليك ما تنساش المقاطعه بالله عليك، عشان ده اسلوب حياه مش مجرد ترند، وخلينا نبدا. عزيزي، اول شيء احب اوضحه ان البيون تقريبا فيها كل انواع الاسلحه اللي ممكن تكون موجوده من اول سيدنا ادم لحد دلوقتي، واكيد برضك ان كل الاسلحه دي مش هتكون مفيده، او بالمعنى الاصح انها مش هتفيدك قوي لو انت بلاير جديد، وحتى لو انت بلاير قديم والله ممكن تحس انها ملهاش لازمه. فخليني اقول لك الاول ايه اهم رولز والشجر بتاع الاسلحه اللي انت هتحتاجه. دول انا مختارهم بناء على انهم تقريبا اساسيين في كل الكونتنت، او على الاقل الكونتنت اللي احنا بنلعبها الفتره دي، وتقدر تستعملهم في البي في بي وفي البي في اي، ودي مش مجرد اسلحه، دول شجر اسلحه بحاله. وباذن الله في الفيديو ده انا هشرح فيه اهم الرولز اللي هي الرولز الاساسيه اللي هي التانك والهيلر، وبعدها على طول في الفيديو اللي جاي اللي هيبقى فرق بينه وبين الفيديو ده يوم فاضي ان شاء الله هشرح فيه كل شجر الاسلحه بتاعه دي بي السات. من الاخر مش هحرمك من حاجه نهائي. واول حاجه عايز ابدا بيها وان التانك واحد من اهم الشجر في اللعبه كلها، وده مش مجرد شجره، ده رول. ورول هنا يعني مش شرط تلعب فيه بنفس السلاح، لان التانك هنا ليه الميس وليه الهامر. فتعال الاول حاجه نمسك التانك ونتكلم عليه. هتقولي ليه بدات بالتانك يا سكال؟ هقول لك لانها الرول بتاعتي، وانا بحب جدا ان العب تانك سواء بي في بي او بي في اي، واقدر اقول لك ان واحد من اكتر الناس في اللعبه اللي ممكن تشرح لك رول التانك دي بشكل كويس، لان انا ما بلعبش غيرها، فان شاء الله اكون فاهم كل شيء عنها. بس مش مهم، خلينا في الاول نشرح ليه الاسلحه دي بالذات مع التانك. التانك بتكون وظيفته ان هو يجذب الموبات عليه، ودي ميزه موجود في الهامر والميس. طب التانك وظيفته ان هو يدي ستان ويعرف يجمع بول كبيره للموبات او حتى البلاير، اقول لك سبحان الله برضك موجوده في الهامر والميس. طب التانك وظيفته ان هو يعرف يعمل ديباف او يضيع السكيلات بتاعت الموبات، برضك ميزه موجوده في شجره الميس والهامر. تقول لي معنى كده سكال ان نلعب في جروب دانجن والجولد شيست بالهامر او الميس عادي؟ اقول لك لا والف لا، لان هنا بيجي دور العامل الاساسي وهو الكونتنت نفسه اللي احنا بنحسب على اساسه اساسا هناخد ايه كبيلد، هناخد ايه كسلاح، هلعب ايه فيه، انهي احسن شجر. حلو. بص يا عزيزي، الميس تعتبر هي افضل سلاح للتانك يقدر يبول بيها في جروب دانجن او جولد شيست او حتى بي في بي. تقدر الميس تقريبا تعمل كل الكونتنت في اللعبه كتانك، حرفيا تقريبا كل الكونتنت في اللعبه كتانك. بس لو رحنا بقى لفوق شويه ورحنا لاكبر اتنين كونتنت في اللعبه في البي في بي وفي البي في اي اللي هم الافا دانجن والزي في زي، فاحنا هنا بنتكلم عن بولات عملاقه، عن اكبر مساحه ممكن ادي فيها ستان، عن كنترولر راجل لما احطه في بوزيشن او موقع يعني معين يسيطر عليه حرفيا. فانا اكيد هستعين هنا بالقدره الجباره للهامر على انها تبول بولات عملاقه او تدي ستان في اريا كبيره جدا. تقول لي انا كده فهمت يا سكال، معنى كده ان الميس الكونتنت الطبيعيه الصغننه والهامر للكونتنت الكبيره اللي زي الافا دانجن والزي في زي. اقول لك هو ولا في نفس الوقت. تقول لي ابتدينا عبط بقى. اقول لك لا، افهم واسمع. انا بالنسبه لي ممكن ادخل زي في زي والعب بالميس وليد وبول احسن من الهامر، عشان عندي اكسبيرينس، عندي خبره، انا محترف في السلاح ده، انا عارف امتى اعمل حركه معينه اعرف اجمع بيها 14 نفر في نفس البولايه. حلو الكلام، حلوه النقطه دي يا سكال. فهمت الموضوع عامل زي سواقه العربيه. مش معنى انك بتسوق عربيه تبوك الاوتوماتيك كويس يبقى لما تروح تسوق عربيه نص نقل اوتوماتيك برضك هتعرف تعمل حاجه. ما هما الاثنين اوتوماتيك بس دي ملاكي ودي نقل. تقول لي طب خلاص يا سكال انا فهمت وعايز العب تانك. اقول لك لا، اياك تعمل كده، اياك تجمع بارتي وتروح بيهم تانك في كونتنت كبيره او تبقى عالي. انت محتاج سبيك، ده اول شيء. تاني حاجه انت محتاج تفتح كل السكيلات اللي عندك، اهمها الاير كومبريس. وتالت حاجه انت غصب عنك اول ما بتمسك الميس في ايدك الناس هتعتبرك ليدر، وانت خبرتك كليدر اكيد زي الطاقه. زائد اعمل حسابك لحاجات كتير، زي رقم واحد انت لازم تكون فاهم كويس قوي الرولات كلها اللي معاك في البارتي بتعمل ايه عشان تقدر تكون تانك وليدر، ولازم تكون عارف البيلد الصح وطريقه البول الصح كويس قوي. زي طبعا ان شاء الله انا هشرح كل ده في فيديو التانك اللي هينزل قريب. بس خلينا هنا الاول، انت دلوقتي المفروض تكون فهمت رول التانك بيمسك فيها ايه، انهي اسلحه يعني وليه.
واشمعنى دول، وان ما ينفعش تانك يجي بحاجه غير السلاحين دول، ولو حد قال كلام غير ده فهو هبيد وبهيم. بس دلوقتي جه دور تاني اهم رول بعد التانك، وهي الهيلر. الهيلر ده عامل كده زي التوابل في الاكل. التوابل المظبوطه في الاكل هيكون الاكل كله مظبوط. ان يكون معاك هيلر بيفهم في البارتي بتاعتك دي عباره عن انجاز عظيم، انت لازم تكون مبسوط انك حققته في حياتك الالبيونيه. الهيلر قوته من قوه البارتي، وحرفيا اي هيلر كويس بيعرف يلعب وبيعرف ياخد موقع كويس في الفايت سواء ضد موبات او ضد بلاير، ده معناه المكسب الاكيد للبارتي بتاعتك. الهيلر هو حرفيا وبدون اي مبالغه القلب النابض للفريق، عشان عصيان الهيلر زي الهولي ستاف والناتشر ستاف هي اقوى العصيان ليك. بس دول مش بينفعوا في نفس الكونتنت، خلينا نمسك كل شجره لوحدها لان الجزء الجاي ده يطول شرحه شويه. بص يا عزيزي، انا دلوقتي ان شاء الله همسك كل سلاح في كل شجره من شجره الهولي وشجره الناتشر، وهقول لك احسن كونتنت ليه وبيعمل ايه بالظبط، بس مش بشكل دقيق. يعني تقول لي طب احنا ما عملناش كده ليه في الميس والهامر؟ اقول لك لسببين بالظبط. اول سبب ان انا مش عايز اشرح دلوقتي الميس نهائي او الهامر لاجل الفيديو اللي جاي. تاني سبب ان الميس والهامر حاله خاصه قوي، حاله خاصه بشكل شديد جدا، ومحتاجين يتشرحوا كده على رواقه. فانا بجد عايز اعمل لهم فيديو لوحدهم ان شاء الله يعني، بس هيكون فيديو شرح التانك باذن الله. حلو، فمعلش عدي لي الحته دي المره دي يعني. المهم يا عزيزي نبدا بالهولي ستاف. تقريبا دي اشهر عصيان الهيلر، واي هيلر هيبدا هيلعب بالهولي ستاف لانها تنفع في 80% من الكونتنت اللي في اللعبه. بس انت كمبتدئ لما تتطور شويه وتفهم العصيان بتهيل بناء على ايه، وامتى بتستخدم الدبليو وامتى الاي، وامتى تضرب الهيلمت مثلا يعني حسب البيلد، وامتى ممكن تسيب التانك وتهيل واحد من البارتي اللي هو متدمج، هتغير ساعتها العصايه وتروح للهالو فول. واحده من افضل العصيان في البي في بي وفي البي في اي، وليها تاثير جبار جدا في كل انواع الكونتنت حرفيا بدون مبالغه. اي كونتنت فيه هيلر محترف بالهالو فول بنضمن اننا مش هنقع ابدا ما عدا لو التانك غلط. وبعد فتره من احترافك في العصايتين دول وبقيت تروح زي في زي او لارج سكيل او اي بي في بي كبيره، هنروح بقى للريديمشن، واحده من اقوى العصيان البي في بي اللي المفروض لو العصايه دي انت محترف بيها ما تموتش ابدا او التانك اللي معاك يموت. بس العصايه دي زي الطين في البي في اي ككل، مش احسن حاجه نهائي يا جدعان، طينه قوي في البي في اي، وحشه جدا محدش جربها خالص في البي في اي. برضك في الفولن ستاف، ودي من العصيان اللي اسمها هيلينج سبورت. ده لما تكون كام سال في كونتنت بي في اي كبيره زي الافا دانجن، مش هيكون كفايه هيلر واحد نهائي على 10 او 15 فرد، فبنجيب هيلر بيها للبارتي بيها اللي بيتدمج فيهم. وبيكون في واحد اسمه مين هيلر، ده بيكون الهيلر بتاع الليدر والاوف تانك بتاعه، ولو انت بالغلط كسبورت هيلت واحد منهم وحد خد باله والبول باظت لان حد فيهم هاخد هيل سيكنس او حد مات او عامه حصل غلط في البلايه، فانت هتدفع فاين في ساعتها. فاين يعني هتدفع فلوس يعني، طبعا بيحددها الليدر يعني، ما علينا منها. ولو مثلا الليدر هزاك او حاجه وانت رديت فاعرف انها غلطتك بنسبه 100%، فانت كده هتبقى مهزأ. المهم كده مش فاضل غير الديفاين ستاف والجريت هولي واللايف تاتش. بص العصيان دي كويسه بس دول بتوع كونتنت معين. يعني كام مثال، انا طالع دلوقتي هيل جيت، انا اساسا معايا اخد جريت هولي مليار في المية، اخد جريت هولي لان مش عارف ابوظ لهم انجيج او اتصرف غير بيها في الهيل جيت. طيب انا طالع ميست او طالع هيل جيت بس دول اللي هو باتنين يعني، هاخد لايف تاتش ليه؟ لان الهيلر هنا بيعمل كومبوهات رائعه حرفيا. في بعض الكومبوهات اللي بيكون فيها اللايف تاتش بتبقى قويه جدا 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 يعني. طب انا دلوقتي طالع عايز اطلع كونتنت بالديفاين ستاف يا سكال، اعمل ايه؟ اقول لك للاسف دي كانت واحده من افضل العصيان او الاساسيه في الجروب دانجن، بس اخدت نيرف دمرها. المهم انك كده الحمد لله انت فهمت الهولي ستاف. وعايز اقول معلومه بسيطه هنا على السريع، انت لو تانك وبتعرف تلعب تانك عن طريق انك اتعلمت واحده واحده او حتى اخدت خبرتك من حد تاني عن طريق انك كنت بتراقبه وتتعلم من تصرفاته وهكذا، فانت كتانك ينفع تلعب هيلر وهتكون كويس جدا في الهيلر خلال مره او مرتين. وده طبعا بعيدا عن السبيك، يعني الفرق بينك وبين المحترف في السبيك بس. تقول لي طب ما اكيد لو انا هيلر هكون كويس برضك في التانك، اقول لك لا، لان التانك اللي بيحول لهيلر بيكون عارف كميه الهيل اللي التانك محتاجها على حسب البول اللي التانك هياخدها من تانك اللي تانكين فاهمين بعض. اما هيلر اكيد مش هيفهم تانك، فهمت النقطه دي؟ عشان كده من تانك لهيلر كويس جدا بسبب ان فاهم التانك اللي قدامه عايز ايه. انما من هيلر لتانك دي زي الزفت بسبب انك بتكون زيك زي اللي لسه مبتدئ، حرفيا قرف معلش يعني. بس يعني انت دلوقتي هيلر بتلعب رول نموذجيه بتركز فيها على هيلك وهيل التانك وموقعك وهيل البارتي، اكيد مش هتكون فاضي بقى تبص على التانك وتتعلم منه. ما تحاولش تعرف نفسك وتعرفنا معاك، هي مش ناقصه يعني يا عم. انت ما تبقاش محنك يا عم وحش قلبي يا موحد الرولين، ايه يا عم الفاجر ما خلاص. المهم ندخل في الناتشر ستاف، حبيبه السولو بلاير، خصوصا السولو بي في اي بلاير، معشوقه اصحاب القلوب الميته اللي بيلعبوا كومبو بلاب مون ناتشر او جريت اكس باتل اكس ناتشر. زائد بص انا مش هشرح العصيان، انا بس هتكلم بشكل عام عن العصايه دي بسبب اني مش بفهم فيها قوي بصراحه. زائد انا تقريبا ما مسكتهاش اصلا قبل كده، بس انا
عارف عنها شويه حاجات تقريبا كل الناس عارفاها، فهقولها لك لحد ما انزل عنها فيديو مخصوص. حلو. اول شيء الناتشر من غير سبيك ملهاش لازمه، حرفيا ملهاش لازمه نهائي. انت لو مش بسبيك الناتشر ستاف احسن لك ما تلعبش بيها في كونتنت صعبه زي انك تدخل سولو دنجن 8/4 لوحدك، او تروح افرود ماب تير 8 تحاول تاخد جرين شيست لوحدك، مش هيكون ليها لازمه نهائي. لازم سبيك السكيلات كلها انت بتحتاجها عامه. تاني شيء الناتشر كل عصايه فيها بتكون لكونتنت معين، يعني مش زي الهولي ممكن بنفس العصايه تهيل تقريبا في كل الكونتنت في اللعبه، لا الناتشر كل عصايه ليها كونتنت الخاص بيها. عموما الناتشر تقريبا ما ينفعش في البي في بي، يعني هي بتنفع في البي في بي قوي. نيجي بقى للبي في اي كام عصايه بس اللي بتنفع، يمكن عصايه واحده بس اللي بتنفع. الناتشر هنا بتهيل البارتي، بتخليه السوم على طول عالي، فالهالو فول او الهول اللي الستاف اللي معاك عامه ما يتعبش وهو بيهيلهم، اللي هو الهيلر الاساسي. فاهم قصدي في الحته دي؟ يعني من الاخر الناتشر لو هتيجي بتيجي سبورت او داعم للهيل بتاع الهولي ستاف، وبرضك الناتشر بتنفع في السولو بي في اي. فمن الاخر الناتشر عصايه سبورت، حرفيا سبورت للهيل. ما عنديش كلام كتير اقوله عن الناتشر غير انها عصايه معموله للازمات. عايز هيلر زياده في السمول سكيل خد ناتشر، عايز سبورت خد ناتشر، عايز دو هيل وهكذا يعني، ويبقى معاك ديفنس ومانا والكلام ده وما يقعدش يصيح كل شويه خد ناتشر، عايز دي بي اس زياده ويكون سبورت برضك خد ناتشر، عايز مين هيلر للافا دنجن ويكون برضك سبورت في نفس الوقت الموبات خد ناتشر، تحديدا الايرون رود. بس هشرح ده كله قريب جدا، ما تخافش ان شاء الله قريب جدا هنزل فيديو عن الناتشر ستاف، يعني ما تشيلش هم الجزئيه دي. بس اهم نقطه بقى نوضحها من الفيديو ده ان شاء الله، انت لو موبايل بلاير مالكش دعوه نهائي بالفيديو ده. اصعب حاجتين تعملهم في نفسك انك تلعب تانك او هيلر من على الموبايل. ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ليه تحول نفسك لمريض نفسي عنده شيزوفرينيا او حتى القولون العصبي؟ ليه يا ابني فهمني بتعمل في نفسك كده؟ الموبايل مش مصمم يا عم، الشجر ده مش مصمم انه يتلعب من على الموبايل بسبب سرعه رد الفعل المطلوبه وزوايا الكاميرا المطلوبه جدا، واشياء كتير بتكون مطلوب منك انك تعمل حسابها. ده كفايه الهيلر، ده كفايه الهيلر اللي لازم يعرف يشوف التانك فين من ويضغط عليه من وسط الموبات والبلايرات الفاشلين اللي بيبقوا واقفين جنبه، ولا التانك اللي لازم يجري يبل من اول الاوضه لاخرها. يعني انت عايز اكتر من كده يا عزيزي؟ رحمه ليك لو انت موبايل بلاير بلاش الرولين دول. انا ان شاء الله هنزل لك فيديو بعد ده في 8 شجرات كامله، كل شجره فيهم فيها من 7 ل 8 اسلحه، نقي فيهم براحتك. يعني لو انت موبايل بلاير الفيديو الجاي ده ان شاء الله بتاعك، يعني ما تتعبش نفسك ولا تتعبنا معاك الرولين دول. زائد هي مش مستحيله بس صعبه، ومهما عملت البي سي بلاير هيفضل احسن منك وبسهوله قوي كمان، لان هو شايف اللي انت مش شايفه. المهم انا كده شرحت اهم رولين، التانك والهيلر، وفهمتك اهم 4 شجرات في اللعبه تقريبا. الفيديو الجاي اللي هيكون بعد يوم، لا هيكون بعد يوم او 2 كده ان شاء الله، والله ما عارف، هشرح فيه كل شجره دي بي اس المطلوب. المطلوب في اللعبه. يعني مش بعد ما اشرحه الاقي حد مكسل يفكر تقريبا جاي يكتب لي في الكومنتات ويقول لي يا سكال انت نسيت الضجرات. ساعتها هكتب لك في الكومنت وهقول لك فيه يعني تعريف الضجر ده بيتعمل بايه. ها يا بهجت يا صابر بلدك انت يا جامد. المهم يا عزيزي انا كده خلصت. رب الفيديو ان شاء الله يكون مفيد ليك، ولو عرفت افهمك حاجه عرفني في الكومنتات واعمل لي اشتراك ولايك، لان انا فعلا محتاج الاشتراك جدا واللايكات، ولو تعرف تعمل لي شير يكون كتر خيرك يعني ان شاء الله. وان شاء الله زي ما قلت تاني، بص انا مبسوط قوي بالفيديو الجاي فهرد تاني. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيه شرح كل الاسلحه المطلوبه في اللعبه في الوقت الحالي. والله يا عزيزي اشوفك الفيديو الجاي والى اللقاء.